ما نقولوا احنا ستيل ايرام ولا حاجه، لا لا، هو يعني يجي من تالي يعرف يتمركز بطريقه مش نورمال، خبيث في التمركز تنوريكم بعد. وحتى كي يبدا قدامه مدافعين ما يقلقوش، يدريبل بالاول بالثاني. بون ساعات ينقص شويه الفينيشة، ما عادي جدا يتصلح بحكم 21 سنه ما يقلقش. وكما تشوفوا هنا، شوفوا التمركز، شوف قداش من مدافع معاه، شوفوا ليني كامله كما تلاحظوا. بالطبيعه صاحبه غاديك في اللورجو مش باش يعطيه باس، غيره هو يغلط الغلطه ذي، يغزل المدافع، يغزل يفسخ المدافع، اي فوالا يتيري والهدف. يعني حاجة ممتازة، ممتازة برشا. هذا المهاجم 21 سنة كما كنت نقول. ويعني انا من رايي هو تقريبا الكونترات اللي شامله مع الترجي لمده 3 سنوات. انا والله كنت نحبذ انه يكون 5 سنوات، لانه هذا الطينه من المهاجمين هي اللي تقدر يعني تواصل في الترجي وتعاونه. كما لاحظتوا كيفاش فسخ المدافع وسجل الهدف. يعني هنا سجل بالساق اليسرى، حطيت على الساق اليسرى. يعني هو يلعب بالساق اليمنى، رغم ذلك ما يقلقوش انه يلعب بالساق اليسرى. وعلى فكره بالنسبه للبوزيسيون ينجم يلعب وسط ولا حتى تحت المدافع، وحتى جناح ايسر ما يقلقوش. هنا هو كالعاده يستلم الكرة، شوف يعني مير كامل براتيكمون، يفسخ الاول يفسخ الثاني، اي فوالا ترجع له الكرة مع صاحبه. وبالطبيعه مازال في البوزيسيون الصحيحه مالجري يعني. شوف قداش من ديفونسور كان موجود. اوكي رجعت له الكرة، باش نجم تقولوا لي رجعت له الكرة، ولكن هذا يعني دليل انه انسان يعرف يتمركز. شوف شوف الدريبل، الكاليتي الدريبل الحقيقة باهية برشا. اخسر هنا يرجع باس بالروتري لصاحبه، نورمالمون صاحبه تك ماركيها، ما صاحبه يعني برجعها انديريكتومون لي هو تك بونتو. يعني شوف الدريبل، نورمالمون صاحبه هنا ماركيه، بون هنا عاود رجع حاله ديريكتومون، اي فوالا بونتو مزيان. هنا كالعاده شوفوا البوزيسيونمون، الكره جايته مع صاحبه، هنا معاه ديفونسور. بون شوف هنا برشا ناس باش تيري تخمم تعمل كذا، هو ما غير تفكير تك يهز كرة بالجول. احنا للاسف انا واحد من الناس اللي يعجبني المهاجم نتاع الترجي حاليا الجبري، لكنه نحس في الفينيش ناقص. شوف الفرق بينه وبين ميزيزي، يعني لا تفلسيف لا حتى شيء، غزار الجارديان ديريكت في مخه ديجا الفكرة تك يهزها بالحارس. يعني فينيش تك مباشر. هنا كالعادة ميزيزي عليه الدائرة الصفراء، هنا باش يعطيه الباس مع صاحبه، ومعاه كالعاده ديفونسور ما يقلقوش حتى بدنيا. تحسوا بدنيا وحتى بدنيا ممتاز، يعني رغم انه ما هو شكل مهاجم نتاع متر 90 واكثر وخشين وكذا، ولكنه بدنيا ممتاز، يعرف يتبلاسي، ما يتفكلوش الكره بسهوله مع المدافعين، وخاصه الكاليتي دو دريبل، يعني يعرف يدريبل برشا. دونك يعني كما قلنا عنده مدة يلعب مع يانج افريكانز، والحقيقة عجبني برشا. وفرحت انه سمعت الترجي باش تاخذه، يعني حتى نيفو البطوله خلي يتحسن، يولي فيها مهاجمين ممتازين. شوف انا مع صاحبه يعمل له التوزيعه ياخذها بالساق، يعني كنترول ممتاز تك بونتو. هنا بالطبيعه بالساق اليمين كما كنت نفسر من قبيلي، هو الجو الاتاكون لا يقلقوش يشوط باليمين وباليسار. يعني هو بون اباز يلعب باليمين، ولكن ما يقلقوش، جات في اليمين مرحبا، جات في اليسار مرحبا. وتشوفوا معايا يعني حتى بالراس ميزيزي يعرف يلعب بالراس ما يقلقوش. هنا كي الكره بيان سور بعيده على راسه كنتروليها بساقه اليمين، وتك عطاها له في الجانب الايسر للحارس المرمى. يعني فكرته ذكيه برشا، ممتاز ممتاز جدا. به هنا كالعاده نشوفوا نحاول هنا نحطوا السيركل بالطبيعه على ميزيزي باش تعرفوه بالضبط وين. شوفوا تمركز في لحظه مشى للاتاك، كان بعيد اب، هنا خذا الكره مع صاحبه بالراس، اي فوالا. يعني حتى بالراس حاجه، يعني جوار ممتاز، وهذا يعني حاجه مهمه جدا، لانه الحقيقة ابار زين الدين كادا اللي مشى حاليا نظن الشباب القيروان، ماريتش انا عندي بريود ماريتش مهاجمين تاع الترجي قاعدين يضربوا بالراس للاسف. فنتصور ميزي ابار اللعب بطبيعه بسقيه باش ياخذ الكرات الرأسية والتوزيعات الممتازة، سواء كان مع انسا سواء البلايلي ولا المنتدب الجديد كسيل ابو عالية. اللي ما تفرجش في الفيديو ان شاء الله تلقى الفيديو في الديسكريبشن وتفرج في مهارات كسيل ابو عالية الجوار الجديد للترجي. شوف هناك العادة ميزيزي في الدائرة الصفراء،
شوف هنا صاحبه شاط، هو كان يستنى في الجول، يعني وقف في البوزيسيون صحيحه، كرة راجع عند الجول تك بونتو يعني. هذا هو المهم في لاتاكون الباهي. لاتاكون الباهي ديما يلزم يشم الاهداف، يعرف وين يبوزيسيوني روحه. ابار انه ثم برشا حاجات تلقاهم خاصيات في الهداف، ولكن اهم خاصيه انه يعرف وين يحط روحه، يعرف وين يوقف، ما يخسرش جهده بوريان. ثم كلكو اتاكون لعبوا في الترجي قبل يخسروا جهده من حس انه يرجع يدافع، يمشي على اليمين، يمشي على لا فايدة انك تعرف تبوزيسيوني روحك باش من بعد كيف تجيك الكرة تعرف تفنشها. دونك فوالا هنا كالعادة ميزيزي بالدائرة الصفراء، شوف الاكسلراسيون تبارك الله قدام قداش من واحد، هنا يوزعها له صاحبه في طبق تك يحطها، معناها لا تضيع لها حتى شيء. هذا الكل يعني اوكي باش تقولوا لي توزيعه ممتازه صحيح، ولكنه ايضا التمركز الصحيح نتاع اللاعب ميزيزي مكنوا انه يسجلها، والسرعه معناها نتاع الانتقال. شوف هنا جات الكره بالعرضيه، يغزر هو قداش من جوار في لحظه تك ولا قبلهم الكل، خذا الكره بالطبيعه وكملها، خاطر بالطبيعه مع الجول فارغ، حتى الجول ضايع فيها لا محل. اوكي هنا نشوفوه في فرصه اخرى. دونك كالعاده ميزيزي بالعلامه الصفراء، ركزوا معايا، كرة راجع مع الجول كالعادة، واقف في البوزيسيون المناسبة، يستنى صاحبه تير، صاحبه عمل اي حاجة، يوقف هو، غلطة جول تك رجع الكرة يكملها هو بيوت والسلام عليكم. حاجة باهية يعني. مثلا بار اكزومبل في الترجي هنا بون في الترجي الحقيقة ما ثماش برشا قاعدين يشوطوا حاليا، ولكن يعني مثلا تير باهية مع عند البليلي ترجع، ولا تير مع عند مع عند ساس ولا غيره، تلقى اوتوماتيكمون ميزيزي يستنى فيها وتكبونتو. هذه يعني الحاجه اللي تنجم تعاونوا برشا بيان سور، خاصه كي يكونوا عندك جوانح باهي. به هنا كالعاده شوف هنا الجارديان ضيع الكره بالطبيعه، غلطه تاع الجارديان، ولكنه انا اللي يهمني باش نوريهولكم في اللقطه ذي كالعاده البوزيسيونمون تاع ميزيزي، تغلط تخلص، يعني بلغه اخرى ديما تلقاه في المكان المناسب باش ينجم يكمل يعمل الفينيش نتاع الاتاك. وكما كنت نقول منذ قليل، برشا من المكشخين قاعدين يستناو، وحبيت الترجي الرياضي التونسي يستناو في الصفقه هذه. ناكد لكم اللي صفقه يعني تقريبا تمت، ديجا العديد من الصحفيين المقربين للترجي الرياضي التونسي اكدوا ذلك، وخاصه مع خروج المنتخب التنزاني، فاللاعب اظن الاسبوع القادم يجي للترجي باذن الله، يعمل تيست ميديكال ويبدا يخدم على روحه. هنا كما تشوفوا ميزيزي في الكاليتي دو تير، هنا ايضا حبيت نوريها لكم هذه في الكاليتي دو تير نتاعو حاجه باهيه. هنا في التير هذه شيء ذكرني برودريغيز، رودريغيز ربما حتى ما كانش اتاكون خايب، ولكن للاسف ربما الخاطي على الكوره هو اللي ما مشاش معاه. ولكن هنا ميزيزي انا اكد لكم افضل برشا من رودريغيز، لانه عنده عديد الخصال الخير من رودريغيز. فهنا شوفوا التير اوب بون اوكي صحيح الجول سيبها، ولكن انت حتى التير مزيانه. هذه ذكرني شويه بكتير نتاع اوغبيلو في الفينال تاع الكوب، نفس ستيل براتيكمون الكوره كي تبدا تدور دوران تغلط الجارديان الحقيقه. دونك كالعاده هنا نشوفوا ميزيزي باش نرجعوكم بالدويره الصفراء، هاكا ميزيزي فوالا خذاها الكوره توزيعها مع صاحبه، خذاها بالراس. ودونك هنا نفاو الفيديو متاعنا يا اخواني الباهين، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو والمهارات متاع ميزيزي، وان شاء الله ديما نعطيكم التحليل والحصريات متاع اللاعبين التوانسه واللاعبين في بطولتنا التونسيه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتابعنا للجديد. السلام عليكم.